السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني يا غاليين والله العظيم. بس الظروف معلش، المدارس ودخلة المدارس ولخبطة المدارس والمواعيد، الله المستعان. والله بصوا، يعني الواحد لو أقول لكم إن أنا رجليا دي مش حاسة بيها من أول يوم دراسة وأنا مسحولة. أودي العيل ده وأجيب ده وأودي ده وأجيب ده وأستنى ده قدام المدرسة في الشمس، وأقعد لغاية ما الشمس تاكل راسي على ما يفتحوا الباب وأدخل أخد ولدي أو بنتي. وبصوا على الحال ده، هو من أول يوم مدارس لما أنا خلاص مش عارفة والله الواحد هيكمل إزاي الترم الأول. بس دايما اقول يا رب عيني وساعدني، يا رب عيني وساعدني. انا يعني زي ما قلت لكم 4 دلوقتي السنة دي دخلوا المدارس، اصحى من بدري مع الفجر عشان ولدي الصغير هو كان فترة مدرسته صباحي، فاطلع بيه الساعة 7 اوديه، وبعد كده ارجع على الساعة 11 اخده تاني، اروح اخده لانه هو يعني اخاف عليه برضو العربيات، والدنيا بقتش امان، والسواقين دلوقتي بيجوا يمشوا مش شايفين قدامهم لا قدر الله. وبعد كده اخد عيالي كل واحد اوديه على مدرسته، هما فترة مساء كل واحد اوديه على مدرسته، وكل واحد مدرسة غير التانية، ومشوار هنا ومشوار هنا. لما والله انا ببقى مش حاسة بدنيتي نهائي، لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما انتوا شايفين كده، كان ولدي الصغير المس بتاعته جايلاله دول رسومات كده، حاجات كده حلوة مقطقطة على سنهم، جات له عيد على النقط بتاعتها بالرصاص، وبعد كده لونها. فقعدت معاه قال لي يا ماما صوريني، عايزة اشوف شكلي وانا بعرف الون ولا لا، صوريني وانا بلون. فصورته وقال لي حلو تلويني، بعرف الون. قلت له حلو. ربنا يبارك في اولادكم ويبارك في اولادي يا رب، ويعوض صبري فيهم خير، ويعوض تعبي اللي تعبته معاهم ولسه هتعبوا معاهم بكل خير يا رب، ويفرحني يا رب بيهم. ادعوا لي يا حبايبي ولكم بالمثل يا رب، يفرحكم باولادكم يا رب. عارفين يا حبايبي، بس المرهق في الموضوع ايه بتاع المدارس ده، ان الواحد اي قرش بيدخله بيخلص بسرعة، بسبب يعني انا جايبة لعيالي ما شاء الله يعني السندوتشات دي، مش عارفة يعني بقت عاتق وعائق صعب صعب صعب. يعني موضوع اللي عامل السندوتشات يوميا ده بيجي حاجة مرهقة والله ماديا، بسبب ان يعني اللي بيبقى مثلا في بيتهم عيلين بياخدوا سندوتشات، بيقولوا الحاجة غليت ويوميا مصاريف سندوتشات. ما بالنا ما شاء الله يعني. انا مش هجيب ال4 بس، لان الصغير برضو بيبقى عايز يفطر حتى لو هو مش بيروح حتة، فيعني برضو ل5 متخيلين المبلغ يوميا عامل ازاي. فعلا لما الوزير خلى حتة ان الحضور ده، خلى الحضور إلزامي ولازم وعليه أعمال سنة، خلى الموضوع صعب علينا وعلى أولياء أمور كتير. انت لما ألزموا بقي الموضوع مرهق. الأول ممكن العيل كان يغيب له شوية، يغيب أسبوع يروح، وأسبوع يغيب أسبوع، يعني أسبوع وأسبوع كانت بتبقى الحكاية هينة شوية وسهلة شوية يعني. انما دلوقتي الوضع اتغير، الدنيا بقت غلا، وكان الاول برضو الاسعار ما كانتش برضو صعبة، لكن لما ألزموا يوميا بقي الموضوع مرهق وصعب جدا جدا يعني.
والواحد بيعمل ايه؟ طيب ما الواحد برضو الواحد يخاف العيل يغيب. السنة اللي فاتت كانت العيال أغلبها نازل في مواد كتير بسبب موضوع الغياب ده، والواحد خايف مش عارفة أعمل ايه. حتى أنا يعني أنا حتى والله يا جماعة عملت لهم امبارح عيش مصري اللي هو العيش البلدي، لأني يعني بصراحة مش في استطاعتي ولا مقدرتي إن أنا أعمل لهم العيش الفينو ده. المهم أنا قلت لهم أي لقمة حلوة نعمة وفضل أحسن من ما فيش، ومش لازم يعني ما تبصوش لحد وما تبصوش لزمايلكم وما تقولوش اشمعنى. يعني قعدت قلت لهم احنا ربنا خلق الدنيا دي يعني طبقات، والناس طبقات، وفي ناس في مقدرتها ان هي تقدر تجيب لعيالها الحلو كله، وفي ناس مش في مقدرتها ان هي يعني غير ان هي توكل عيالها وخلاص. يعني ما عندهمش حرية الرفاهية دي ولا ان هم يختاروا ياكلوا ايه. بس كله في الاخر يعني نعمة وفضل وان هم يسدوا جوعهم وخلاص. فقعدت يعني قلت لهم ان يعني ما تبصوش لزمايلكم، ما تبصوش لاي حد جايب حاجة، يعني خليكم معززين النفس وربنا ان شاء الله يفرجها على الجميع بإذن الله. يعني عيالي كانوا معاهم كراسات اعطيها لهم من الاول، كانت معاهم رايحين بيها الدراسة راجعين. انا بصراحة مش عارفة المدرسين يعني ليه بيستجوا القلب وليه ما عندهمش رأفة بأولياء الأمور وهم شايفين وأكيد أمهات وأبهات وحاسين بالمعاناة. يعني لما كنا أنا عاطية للعيل مثلا 5 كشاكيل ويرجعوا يقولوا لا المادة الواحدة طالبين فيها 3 لوحديها، 3 كشاكيل لوحدها، معرفش نشاط ومعرفش مسميات غريبة كده طالبينها للعيل، وطالبين مش عارفة سكتشات، وطالبين أدوات ايه وصمغ ليه يعني. معلش في الكلمة أنا قلتها لعيالي صريحة، قلت لهم أنا أعطيكم كشاكيل على كد كل مادة وخلاص. والحمد لله إن هي اتوفرت، ربنا بعتها من عنده. لكن أنا ما عنديش مقدرة إني يطلبوا مني كشاكيل تاني، معرفش مسميات غريبة أنا أول مرة أسمع عنها، معرفش نشاط ومعرفش ايه، ويطلبوا صمغ ويطلبوا قص ولزق ويطلبوا مقصات ويطلبوا. قلت لهم انا قولوا للمدرسين اللي طالبين منكم كده ان ماما هي قالت انا مش هجيب حاجة ومش قادرة اجيب حاجة، لان معلش احنا مش في مدرسة خاصة، احنا في مدرسة حكومة يا جماعة. ليه الطلبات دي كلها؟ رأفة بأولياء الأمور، ارأفوا بأولياء الأمور. انا قلت لعيالي كده، المدرسة اللي تقول لك ما جبتش ليه قول لها ماما قالت انا ما معيش اجيب، قولها كده وخلاص. اصل معلش انا هجيب لمين ولا لمين ولا لمين؟ ده انا ما صدقت ان ربنا بعت من عنده ان انا اديهم الحاجات الاساسية. والحمد لله ربنا يسترها معانا دايما يا رب. انا طالبة منكم تدعوا لي ربنا يسترها معايا ويرزقني برزق